قل لي إذا في أحد عاملك بطريقة سيئة، هل بترد المعاملة بالمثل أم بتسامح وبتتنازل؟ وأنا راح أقول لك اليوم إيجابيات وسلبيات كل واحدة فيهم. خلينا في البداية ناخذ المعاملة بالمثل. في دراسة أجريت في إحدى مجلات علم النفس بتقول لك إنه 71% من المشاركين في هذه الدراسة أفادوا إنه رد المعاملة بالمثل ساعدهم على استعادة احترامهم لذاتهم. فمن إيجابيات المعاملة بالمثل إنها تحمي كرامتك، إنها تمنع استغلالك، إنها ترسم لك حدود تخلي الطرف الثاني ما يتهاون فيها، فيشعر إنه سورك واطي ويقدر دائما يتجاوز عليك. تمنحك قوة نفسية وتمنحك شعور بالعدالة. بس كمان في سلبيات، أولهم إنها راح تتحول إلى دائرة لا تنتهي من الانتقام. هو يعاملك بالسوء فتردها، فيرجع يعاملك بالسوء فتردها، وهكذا. ثاني سلبية وأهمها إنها تغلق باب الحوار. كمان هي بتعزز الكبرياء زيادة، غير إنها تجعل الحب مشروطا. وخليني أقول لك إنه في دراسة بتقول لك إنه العلاقات اللي تدار بالمثل فقط تنتهي بنسبة أكثر من 60% خلال أول سنتين، وهذه أعتقد إنها سلبية فظيعة. واكتب لي أنت رأيك في التعليقات يا صديقي عن هذا الموضوع. هل أنت من النوع اللي بتتسامح ولا بتتعامل بالمثل؟ وأيهما تفضل؟ وبس خلاص خلصنا.